في أكتر من نظرية عن خلق الكون في مصر القديمة، وهما نظرية عين شمس والأشمونيين ومنف وطيبة. في الحلقة دي هنتكلم عن أشهر نظرية منهم، وكمان هنحكي قصص الآلهة. تعالوا نرجع كده لورا لما ما كانش فيه أرض ولا سماء، كان الكون عبارة عن مية اسمها نون، وفجأة المية دي جفت وظهر التل الأزلي اللي ظهر منه نور عظيم. وده مش أي نور، ده نور الإله آتوم أو رع، إله الشمس، الإله اللي بدأ منه خلق الكون. الإله رع شاف إن الكون كبير جدا، وإنه محتاج يخلق آلهة تانية معاه يساعدوه في تنظيم الكون علشان يحافظ على التوازن. وأول حاجة عملها إنه نطق بأسمائهم، لأن في العقيدة المصرية القديمة الكلمة كان ليها قوة سحرية، ومجرد ما قال أسمائهم بدأوا يظهروا. وهما الإله شو إله الهواء، وتفنوت إلهة الرطوبة. شو وتفنوت اتجوزوا وأنجبوا الإله جب إله الأرض، والإله نوت إلهة السماء. جب ونوت كانوا بيحبوا بعض جدا، وكانوا دايما متعانقين، والسماء في حضن الأرض، وما كانش لسه الكون أخد شكله، لأن الأرض والسماء كانوا ملتصقين على بعض. وهنا نلاحظ الآية اللي بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. صدق الله العظيم. تفسير الآية دي بيشير لأن فعلا السماء والأرض كانوا ملتصقين وكانوا شيء واحد، ففصل الله بينهما وجعل السماء في مكان والأرض في مكانها، وجعل من الماء كل شيء حي. المية كانت أساس نشأة الكون وأساس الحياة عند المصريين القدماء. نرجع لخلق الآلهة. الإله رع الأعظم قال كلمته وأمر شو الإله الهواء إنه يفصل بين جب ونوت، فشو دخل بينهم بشكل قوي ورفع السماء لفوق عن الأرض، ومن اللحظة دي اتفرقوا جب ونوت. لكن الحب اللي بينهم ما ماتش. بالليل لما الشمس بتغيب اللي هو الإله رع، نوت بتمد ايدها الطويلة وتفتح حضنها لجسد رع، وبتبتلع نوت نور رع الشمس وتحميه جواها، علشان بمنتهى الحنان في وقت الفجر تولد رع من جديد وتقدمه للعالم. وجب قاعد تحت بيبص عليها وبيعيش مع كل نجمة بتظهر في حضنها. كل نقطة نور هي رسالة ليه إنها لسه بتحبه، لكنهم راضيين بإنهم يشيلوا الحياة علشان الكون يستمر. قصة حب جب ونوت مش بس عن الحب العظيم، لكن عن التضحية اللي بقت أساس الوجود. لكن القصة لسه في أولها. نوت وجب بالرغم من إنهم منفصلين، لكن كانوا لسه بيرتبطوا ببعض من خلال أولادهم اللي كانوا الجيل التاني من الآلهة. جب ونوت خلفوا الابن الأول وهو أوزوريس، إله الحياة والموت والبداية الجديدة ورمز العدل والخير. وخلفوا كمان إيزيس أو إيزا، إلهة السحر والحب، وكانت رمز للحنان والقوة. السحر كان في دمها، وكانت هي اللي بتعرف أسرار الكون وتقدر تستخدمه لحماية اللي بتحبهم. تالت مولود كان ست، إله العاصفة والفوضى. الناس كانت بتخاف منه وتحترمه بالرغم من طبيعته العنيفة. دوره كان مهم في التوازن. آخر مولود معانا في أولاد جب ونوت هي منفيس. دورها كان مختلف عن باقي اخواتها، كانت مرتبطة بالسحر الحامي وبالوقوف جنب إيزيس وقت ما الدنيا ضاقت عليهم. في بعض النصوص ذكر فيها شو وتفنوت انهم ولدوا على التل الازلي، وفي نصوص تانية بتقول ان آتوم في المياه نون وانجب فيها اولاده شو وتفنوت، وقام برعايتهم داخل النون لغاية ما ضاعوا منه في المية، فبعت آتوم واحدة من عينه علشان تدور عليهم لغاية ما لقاهم، فنزلت دموع آتوم من الفرحة لأنه ليه أولاده، وربما من الدموع دي جاء البشر. قصة الصراع بين أولاد جب ونوت. الإله رع قرر إنه يسيب حكم الأرض لحد من أولاده. رع كان شايف إن البشر محتاجين حد منهم يعيش وسطهم ويعلمهم، فالاختيار وقع على أوزوريس لأنه كان الحكيم العادل واللي دايما بيدور على الخير. رع سلم الحكم لأوزوريس وقال له: انت اللي هتكون ملك البشر وتعلمهم ازاي يعيشوا في نور الحضارة بدل ما يفضلوا في ظلام الجهل.
أوزوريس مسك الحكم، لكنه لقى الأرض مليانة فوضى. البشر كانوا عايشين زي الحيوانات، ما كانوش يعرفوا الزراعة ولا البناء، وكانوا بيتقاتلوا على أي حاجة. بدأ إنه يعلمهم الزراعة والصناعة، وعلمهم قوانين علشان يعيشوا بسلام، وعلمهم العبادة. في عهد أوزوريس الأرض كان بيسودها الخير والسلام. أوزوريس كان متجوز من أخته إيزيس اللي كانت دايما بتقف جنبه، وكانت بتساعده بحكمتها وسحرها، وكانت بتحمي الناس من أي خطر، وكانت بتعلم الناس عرف زي الغسل والنسيج. في نفس الوقت كان في واحد تاني شايف كل ده من بعيد ومراقبه، ست، أخو أوزوريس الأصغر. كان الغل والحقد ماليه من ناحية اخواته اللي شايفهم بينجحوا وكل البشر بتحبهم. ست كان قوي وعنيف، وشايف ان القوة هي اللي بتدي الحق في الحكم، وكان بيقول لنفسه ازاي هو الملك، انا اقوى منه، ومكاني مش في الصحراء، مكاني هو العرش. مع الوقت ست بدأ يخطط علشان يتخلص من أخوه وياخد الحكم مكانه. أوزوريس بعقله الكبير كان مركز على إنه يبني حضارة، وما كانش يعرف إن الخطر جايله من أقرب الناس ليه. ست قعد يفكر في خطة علشان يخلص من أوزوريس، وقرر يلعبها بخبز. عمل تابوت من أفخر الأخشاب وزينه بأحجار كريمة. التابوت شكله يخطف العين. التابوت كان متصمم على مقاس أوزوريس بالضبط. وهنا كانت لحظة الغدر. ست ابتسم وقال ده كان ليك فعلا يا اخويا، وبسرعة قفل التابوت بالمسامير علشان يتخلص من أخوه وياخد الحكم مكانه. أوزوريس بعقله الكبير كان مركز على إنه يبني حضارة، وما كانش يعرف إن الخطر جايله من أقرب الناس ليه. ست قعد يفكر في خطة علشان يخلص من أوزوريس، وقرر يلعبها بخبز. عمل تابوت من أفخر الأخشاب وزينه بأحجار كريمة. التابوت شكله يخطف العين. التابوت كان متصمم على مقاس أوزوريس بالضبط. وهنا كانت لحظة الغدر. ست ابتسم وقال ده كان ليك فعلا يا اخويا، وبسرعة قفل التابوت بالمسامير وسكب عليه الرصاص علشان ما يتفتحش أبدا، وبعدها رماه في النيل. لما الخبر وصل لإيزيس قلبها اتكسر، والدنيا كلها اتحولت ليل مظلم. ما استسلمتش وقررت تدور عليه في كل حتة. مشيت على ضفاف النيل تسأل الرياح والمية. بعد رحلة طويلة لقت إيزيس التابوت عالق في شجرة عظيمة في لبنان، بيخرج منها رائحة جميلة جدا لدرجة إنها بقت رمز في المنطقة. لكن إيزيس قطعتها وأخذت التابوت وفضلت تحميه بعيد عن عيون ست. لكن ست عرف إن التابوت رجع، وإن إيزيس نجحت في النهاية إنها تلاقيه. وهنا قرر إن المرة دي هيدمر أوزوريس للأبد. فتح التابوت وأخد جسم أوزوريس وقطعه ل14 جزء وفرقهم في أنحاء مصر. إيزيس عرفت بالكارثة اللي حلت عليها وانهارت، لكنها ما استسلمتش. وهنا أختها منفيس اللي تبقى برضو زوجة ست قررت إنها تساعدها، وبدأ الاتنين يدوروا على كل أجزاء أوزوريس، وكل ما تلاقي جزء تعمل طقوس سحرية علشان تحفظه. نجح الأخوات في إنهم يلاقوا كل أجزاء أوزوريس ما عدا جزء واحد اللي كان لسه مفقود. الجزء ده بالذات اترمى في النيل والأسماك أكلته، فعجزت إيزيس إنها تلاقيه. فقررت إنها تستخدم سحرها على الأجزاء اللي لقيتها وترجع أوزوريس للحياة للمرة الأخيرة. فعلا رجع أوزوريس للحياة، لكن لفترة صغيرة لأنه جسمه ما كانش مكتمل. ووقتها حصل اتحاد بين إيزيس وأوزوريس، ونتج عن الاتحاد ده ابنهم حورس. إيزيس أخذت ابنها حورس وبدأت تعلمه للانتقام لأبوه من عمه الظالم، وإنه يرجع العرش. حورس كبر وواجه عمه ست في معركة ضخمة. واحدة من المعارك ست حاول يغرق حورس في النيل لكنه نجا، وفي معركة تانية ست خدع حورس وخلع عينه، وده بقى رمز لعين حورس اللي بنشوفها كتير عند المصريين القدماء. وبيتقال إن إيزيس رجعت لحورس عينه باستخدام السحر. الصراع كان قوي جدا، والاتنين كان عندهم قوة متعادلة. كل معركة بتبقى أقوى، والصراع استمر لسنين طويلة.
في الآخر اجتمع مجلس الآلهة علشان يحكم في الصراع رع إله الشمس. سمع رع كل الأطراف وقرر إن حورس هو اللي يستحق لأنه كان رمز للخير والعدل وعلشان يرجع التوازن للكون. ست اتنفى للصحراء وبقى إله العواصف موجود دايما رمز للفوضى. أما أوزوريس فرجع للحياة في العالم السفلي وبقى المسؤول عن تحقيق العدالة في العالم السفلي. وفي قصة تانية بتقول إن منفيس تمثلت على شكل إيس وأقامت علاقة مع أوزوريس ونتج عن العلاقة دي ابنهم الإله أنوبيس. لكن منفيس حاولت تتخلص منه خوفا من جوزها ست، لكن إيزيس منعتها لأنه من جوزها وقررت إنها تعتني بيه وبقى حارس ليها. أنوبيس ده بقى من أكتر الآلهة الجامدة في الميثولوجيا المصرية القديمة. هو إله برأس ابن آوى وجسم بني آدم. المصريين كانوا شايفين أنوبيس حارس المقابر وحامي الموتى، يعني لو حد مات أنوبيس هو اللي بيستقبل روحه وبيوصلها للعالم الآخر. والدور بتاعه الأساسي كان في عملية التحنيط، وده لأنه في الروايات هو اللي قام بمراسم دفن أوزوريس. ومش بس كده، ده كان ليه دور كبير في محاكمة الموتى، فكان بيوضع جسم المتوفي على ميزان مقابل ريشة ماعد إلهة الحق والعدالة، ولو الريشة أتقل من القلب فبكده الشخص ده صالح وبيدخل الجنة، ولو الريشة أخف فالشخص ده مش صالح وبتبلعه آميت، اللي كانت بتصور على شكل وحش. هي مش إله لكنها مخلوق مخفي، كانت بتعيش في العالم الآخر وبتستنى اللي قلبه مليان ذنوب علشان تبتلعه. شكلها كان مزيج بين رأس تمساح وجسم أسد وديلها ديل فرس النهر. في نهاية قصة الخلق عند المصريين القدماء بتوضح إن كل إله ليه دور مهم، وإن التوازن بين قوة الخير والشر هو اللي بيحافظ على الحياة، وإنه رمز للصراع بين النور والظلام.